أعزائي متابعي ومشاهدي موقع القاهرة 24 قناة كايرو لايف. محافظة أسيوط شهدت مساء اليوم الخميس واقعة مأساوية راح ضحيتها شقيقين. الكبرى بنت يبلغ عمرها 8 سنوات، والأصغر ولد طفل صغير بيبلغ عمره 4 سنوات. تفاصيل الواقعة بحسب رواية الأهالي، هي الواقعة حصلت في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. بنت عندها 8 سنوات وأخوها الصغير عنده 4 سنوات. الولد وقع في المية، فأخته كانت بتحاول تلحقه فوقعت معاه، والاتنين للأسف الشديد غرقوا. على ما الناس حاولوا ينقذوهم كانوا الطفلين غرقوا. بنت عندها 8 سنوات، والولد الصغير أخوها الصغير اللي أصغر منها عنده 4 سنوات. تم على الفور الأهالي قاموا بإبلاغ قوات الأمن طبعا وقوات الإنقاذ النهري، وتم الدفع على الفور بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري لانتشال الأطفال. وفي أهالي بعض الأهالي برضو قفزوا في مياه الترعة الإبراهيمية لإنقاذ الشقيقين، لكن للأسف الشديد لفظوا أنفسهم الأخيرة داخل مياه الترعة الإبراهيمية ناحية قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي تمكنوا من انتشال الجثمانين، جثمان الطفلة اللي بيبلغ عمرها 8 سنوات وشقيقها الأصغر اللي بيبلغ عمره 4 سنوات. تم إنقاذ الجثتين، تم انتشال الجثتين من مياه الترعة الإبراهيمية بقرية منقبات التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. تم نقل الجثث تحت تصرف النيابة العامة لمشرحة المستشفى، وتم استخراج تصاريح الدفن الخاصة بالطفلين، وتم تشييعهم لمثواهم الأخير في مسقط رأسهم في قرية منقبات التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. طبعا يعني الواقعة محزنة جدا، وأهالي قرية منقبات في محافظة أسيوط في حالة من الحزن الشديد إثر وفاة الشقيقين أو مصرع الشقيقين في مياه الترعة الإبراهيمية في قرية منقبات التابعة لمركز أسيوط. يعني بندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان يا رب، ويرحمهم. هم يعني هم كده كده أطفال، يعني مصيرهم الجنة معروف. بندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يصبر قلوب والديهم باباهم ومامتهم يا رب، ويربط على قلوبهم يا رب، ويصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان. تفاصيل الواقع تاني للناس اللي لسه داخلة. محافظة أسيوط مساء اليوم شهدت واقعة مأساوية راح ضحيتها شقيقين طفلين صغيرين. البنت هي الكبيرة عندها 8 سنوات، وأخوها الصغير عنده 4 سنوات. الولد الصغير وقع في المية في مياه الترعة الإبراهيمية في قرية منقبات التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. البنت حاولت إن هي تنقذه، يعني براءة أطفال، بس هي كمان للأسف الشديد نزلت الترعة ويعني وغرقوا الاتنين. الاهالي جريوا يعني بسرعه، حاولوا ان هم ينقذوهم هم الاتنين، ولكن للاسف الشديد الطفلين كانوا غرقوا الاتنين، وكانوا لفظوا انفسهم الاخيره داخل مياه الترعه الابراهيميه ناحيه قريه منقبات التابعه لمركز اسيوط في محافظه اسيوط. طبعا على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ وموقع الحادث قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري. لكن للأسف الشديد هي قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثث، لأن الأطفال كانوا لفظوا أنفسهم الأخيرة داخل مياه الترعة الإبراهيمية. تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين، وتم تحويلهم لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
بعد توقيع عرضهم على الأطباء وعلى الطب الشرعي، تم طبعا استخراج تصاريح الدفن، وتم تشييع جثماني الطفلين لمثواهم الأخير في مسقط رأسهم بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يلهم والديهم يعني الصبر والسلوان يا رب، وإنه يعني يربط على قلوبهم يا رب بالهدوء والسكينة والرضا، وربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة يا رب. ده كان تفاصيل القصة أو الواقعة الحزينة اللي شهدتها محافظة أسيوط مساء اليوم الخميس في قرية منقبات التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط، واللي راح ضحيتها أخين طفلين سوري. الطفلين الكبيرة بنت وولد، البنت هي كبيرة عندها 8 سنين، والولد الصغير عنده 4 سنين. يعني أطفال لسه بيبدأوا حياتهم، بس يعني إرادة ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى يعني شاء وقدر إن هم يعني يلقوا مصرعهم اليوم الخميس في مياه الترعة الإبراهيمية ناحية قرية منقبات التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط. بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه ينزل السكينة والرضا على قلوب والديهم يا رب، ويصبرهم يا رب على مصابهم وعلى يعني الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليهم. وربنا يا رب يرحم الطفلين ويجعلهم باب جنة لوالديهم، لأن وفاة الأطفال باب جنة للوالدين دايما، فربنا يا رب يجعلهم بابين جنة لوالديهم يوم الحساب. وكمان يعني بنعزي أهالي قرية منقبات في الوقائع اللي حصلت. هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله أي جديد يحصل في الواقعة، وشكرا لحضراتكم.